أهلا بكم. ضيوف حلقة اليوم هم أبو وسام وأم وسام. قصتهم بها كثير من الحزن والألم والفقد. تهجروا قسريا بزمن النظام البائد مع عوائلهم، وأيضا انحرموا من أعز وأحب الأشخاص عليهم، بمعنى آخر لهم في سجلات المغيبين شهداء. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. دقة الباب اللي لحد الآن صدى صوتها ما فارق آذان الكرد الفيليين، دقة الباب اللي يسميها كثير من الكرد الفيليين دقة بعثية. هاي الدقة ما نساها أبدا أبو وسام. طبعا حزب البعث من شهر أول ما استلم الحكم، أنتم تدرون القصة مالته، أول ما حاكم البعثيين جماعته وبدت التسفيرات من شهر نيسان. إلا احنا تأخر تسفيرنا لأن كنا بمدينة الصدر بالثورة وعندنا مستمسكات عراقية يعني 57 و47 و34. المرحوم الوالد كان رئيس حراس بالزيوت النباتية، فتأخر تسفيرنا إلى شهر الخامس. وأخوي الشهيد عبد الأمير كان جندي في قاعدة تجريب قوة جوية بأتش 3 من سنة 77. فالتسفيرنا صار 17 أو 18/5، لأن 19/5 كان امتحان نهائي، كنت رابع عام. ف 17/5 أنا كنت بالقناة الظهر داخل. جيت للبيت، بيت حياة عادية، تغديت ونمت، ندق الباب. هاي الدقة اللي حد الآن بإذني، اللي احنا نسميها جماعتنا الكراد فيليز دقة بعثية. فتحت الباب 3 من قوات الأمن وبيدهم ورقة واستمارة. احنا دربونتنا وزقاقنا 9 بيوت، 7 كراد فيلية كانوا. فشفت الأسماء، بها أسماء 4 عوائل: محمد حسن الله يرحمه جيراننا، ومحمد حسين أبويا، وعبد علي وأبو جبار. 4 بيوت دعونا المركز النصر، أعتقد يم جامع الرضوي مدينة الصدر. ساعة كان ب3، قال فالساعة تسلمون نفسكم. وبدت المأساة، 4 بيوت والناس ملتمة، هذا يطب ياخذ هذا وذاك يعني ما تقدر شو تسوي. رايح الى مجهول، واني محضر امتحان نهائي عندي. انا كان عمري 18 سنه يعني، كنت باكر عندي امتحان نهائي اصيح. هذا يقول لي حضر نفسك، اقول له باكر بالامتحان، يقول لك بابا يا امتحان انتم راح يسفروكم. حال الصراع. وقبلها اخوي كان ملتحق بالجبهه، يابا ترى عبد الامير ما موجود. تاخروا هذا، اجوا وخذونا. سبع أطفال مع والدهم ووالدتهم قرر أزلام البعث أن يتم تهجيرهم
وبعد تدخل خالهم اللي راح يغيب لاحقا تأجل تنفيذ أمر اعتقالهم من الليل للصبح. احنا كنا 7 نفرات، والدي ووالدتي، واحنا 4 خوات و3 خوان. اختي الكبيرة عمرها 12 سنة، واني الثالثة عمري 10 سنين، وبقية صغار. هم بالليل اجوا علينا، مو احنا كنا مقدمين على شهادة جنسية، على ذاك العنوان اجوا علينا بالليل. بس خالي طلع ويا الشرطة يحكي، يعني شلون على مسؤولية خالي هذاك الليلة عافونا، ثاني يوم الصبح هم اجوا علينا يسفرونا. بعدين بيبيتي وخالاتي بقوا وخالي، احنا يعني شلون واحد من يسافر يجيب له جنطة. أنا اللي أتذكره كنا جهال، بس عفنا الأول بالتالي يسافرونا. ما أتذكر جبنا بطانية لو أي شيء ما جبنا ويانا. بعدين 3 أيام يمكن كنا أمن العامة، اللي أتذكره أمي حكت لي إياه، يعني أنا عمري 10 سنين ما أتذكر. بعدين جينا لإيران أردوغا، ورا 6 أشهر أعتقد بدأ الحرب. خطية خالي إجا لسوريا، يعني يجيب لنا ملابس، فلوس. أبويا كان عنده بيكا، ما أتذكر منو أخذه بس خالي شوية يعني جاب لنا فلوس لسوريا. خطية هو خالي وياه رجعته لبغداد وأخذوه راحوا. أبو وسام اللي كان في صف الرابع الإعدادي في وقتها تم عزله عن عائلته، وأخذوه بعدها مع شباب آخرين لسجن أبو غريب. سجن أبو غريب اللي يتذكر به أبو وسام إنه تم التعامل معه ومع أقرانه من الكرد الفيليين كأشخاص من الدرجة الثانية. احنا ما كانت أختي وياي متزوجة وأطفالها 4 ورجلها، وأني وأمي وأبوي. خواتي متزوجات، أخوي كان ملتحق، فإحنا 3 نفرات وأختي كانت 5-6 نفرات. هم أخذوهم السجن الفضيلية وللإقامة، أنا بقيت بالمركز. أنا ولد جيراننا فريد اسمه، قال أنتوا تنحجزون، فإحنا بقينا بالحجز. ثاني يوم اجوا ولد كبار إبراهيم وخليل ويانا بالمركز. 2 من العوائل رجعوهم لأن جابوا لهم استنساخات شهادة جنسية طبعا على هذول ما راجعين لأن العائلتين انتهوا العائلتين، ولدهم انتهوا، يعني أنا أعرفهم جوارينا، وبعدين سفروهم مرة السنة هم سفروهم. فإحنا بقيت بسجن جامع النصر يم جامع الرضوي 2-3 أسبوع، بعدين نقلونا لأبو غريب الثقيلة قاف 6. لي هسه أتذكرها لأن أنا كنت أصغر واحد بيهم. إحنا من رحنا الجو كان مشحون، قال قبلكم اللي مسوين إضراب للشباب، فكان كاسرين سجن وهذا وحالة رعب يعني. بقينا هناك في 2-3 بأبو غريب. شو معاملة يعني، ينظرون لك مالي إنسان درجة ثانية. الكردي الفيلي للأسف وبكل فم المليان أقول لحد الآن همينه يعتبرون مواطن درجة ثانية، مع العلم الكردي الفيلي معروف بالإخلاص. الكردي الفيلي يعني أنا أتذكر كنت صغير كان يبدون بناء هاي الجسورة، هاي محمد القاسم، كنت انتظرها يوم بيوم شو وقت تكمل. لأن أنا برأيي المواطن مو أوراق ثبوتية وجنسية، المواطن شعور واحساس ومسقط راس. وانا ببيتنا يعني مسقط راسي ببيتنا بالثوره، يعني عمري 63 ببيتنا ولادتي. وبدليل هسه اكو كراد فيليه بالسويد بدنمارك، الا انه صار له 20-30 سنه ويحمل الجنسيه السويديه او الدنماركيه او الهولنديه او الالمانيه، الا انه هم شوف يحل العراق شوارع وازقه العراق. احنا طبينا بشهر حزيران حار العراق وابو غريب، وكانوا يقطعون الكهرباء علينا
يقطعون الكهرباء، وشو الكهرباء شنو كان فنقه سقفيه، واحنا 15 16 نفر في غرفه تقريبا 12 متر، اللي بيها هو تواليت وحمام هو كل شيء. وحاره، واحنا بس نصيح حاره هيك ما، وكنا نخاف الطشاره، يجي مفوض هذا ترى دير بالكم، واخذوا منا كم واحد همنا دبوهم معتقل. اخذوا من كم واحد همنا، كان بوقتها اللي مسوين اضراب انزال عليهم بالهليكوبترات اللي كسروا السجن قبلنا، الوجبه اللي قبلنا كانوا كاسرين السجن، فكانوا دائما يهددونا انه ترى مصيركم، وبدليل انه ورانا يمكن وجبه وجبتين بعد ما قاموا يدزون دول اللي عمرهم فوق ال 18 والعسكريين بقوا بالعراق، ودبي معروفه مأساته. بعد أشهر من اعتقاله صدر أمر تهجير أبو وسام مع كثير من شباب الكرد الفيليين الآخرين، رافقوهم أزلام النظام البائد للحدود العراقية الإيرانية وأمروهم بمغادرة العراق. بهذا الوقت حس أبو وسام إنه كل أحلامه ضاعت. الطالب المجتهد الطموح اللي يحب كل ذرة بتراب بلده صار بفعل فاعل خسيس، منفي من العراق، منفي من عشقه الأول والأخير. والله أنا ما كان عندي خبر، حتى ولما سافرت وجينا الأمن العامة وبقينا كم يوم بأمن العامة، وبالليل 9 خذونا جابوا سيارات خذونا بخانقين شارع حديقة التالي ليل 10 الصبح 10 بالليل العفو، الصبح بال5 يلا إيفات واصعد. ما تعرف طريق مجهول، ما تعرف سراب، ما تعرف وين رايح. قلت لك ايفات والشارع وهذا ايران، روحوا مشينا بعد. انا اتذكر كنا 100 نفر، انا كان رقمي ليس اتذكر 99 كنت من ال 100 نفر، اخر القسم قالوا ما يدزوك، لان كان عندنا 34. انا اتذكر هسه ورا الرجعه ابوي اعطاني جنسيه بها الطابع مال الملك فيصل، عندي نسيب عربي فرطوسي عراقي من العماره، قال لي عبد الله الجنسيه منين؟ قلت له مال اختي ولادتها كوفه مواليد 55. قال لي هاي طابع الملك فيصل، هو عربي ما من السفر اصلا ما شايف هيك شيء، احنا ما توقعنا يسافرونا، وبدليل طول الشهر الخامس والسادس، لانه كان بس ابوي يتردد على جامع المحسن في قطاع 9، هاي اللي صارت علينا. هاي التهمه. وكان اخوي يقرا القران، اتذكر كان يقلد المنشاوي همين بالجامع، فهاي صارت علينا علامه. قلت لك طالب وعنده امل، امتحانات وعنده طموح ويريد يوصل، يشوف نفسه على الحدود، يعني ما تنوصف شو اقول لك. وجينا قعدنا بإيلام انه قريب للعراق، واحنا ما نعرف فارسي، قريب للعراق، تلفزيون العراق، الا انه صدام حسين هناك ما خلانا، هناك كان يقصف ويضرب المدن. جيت انا لاصفهان، هم كانوا طالعين من مدينه إيلام، واحد ابن اخو جيراننا كان وياي بالمعسكر اصفهان، قال لي عبد الله ترى ابوك بإيلام وهذا. قلت له يابا اتصل لي هذا ترى اني واصل اصفهان وهذا، وطور تقريبا شهر وشويه الى شهرين لما طلعت انا من اصفهان. ورجل اختي كفلني ابن عمتي، كفن جابني طهران، من طهران رحنا لإيلام. أم وسام اللي كانت طفلة في وقتها، لما اجى أفراد البعث حتى ياخذوهم من البيت ركضت على ملابسها وكتبها، لكن وهنا شوف الخسة والنذالة لي وين واصلة عند البعثيين. اجى واحد منهم وأمرها بترك الملابس والكتب، خلى الطفلة تبكي مقهورة، لأن هاي الأمور البسيطة كانت تمثل عالمها الجميل البريء في بلد شوهها نظام الطاغية وأزلامه. يعني إحساس واحد شلون يطلعوه قوة من بيته. يعني إحنا أطفال كنا، أنا واحدة من الناس رحت على ملابسي، رحت أجيب ملابسي، الشرطي قال لي لا ما عندك حق، أنتي تروحين بإيران، إيران كل شيء عندكم هناك، أنتم مو عراقيين.
ومع العلم احنا من الاصل عراقيين. أنا الله يرحمه أبويا سيد كان، بس شلون ما مطلعين جنسية العراقية هاي ما أعرفها أنا تفاصيل، لأن كنت جاهلة وعالم الطفولة حلوة. اللي بس أتذكر بالليل بتت قمت الصبح أبكي على كتبي على ملابسي، بعد طفلة وتتعلق. بعض المواقف من طريق التهجير اللي مشتها أم وسام مع عائلتها لحد الآن محفورات بذاكرتها، ما نسيت اللي شافته ولا راح تقدر تنساه. أصعب طريق، يعني ما أدري، يعني أصعب طريق. يعني أنا صحيح كنت طفلة بس شفت موقفين مرات، أكثرية المواقف أتذكرها. يعني اشترينا شوية أبويا حاجات، يعني بسكيت وهالسوالف، وأعتقد خالي اجى ورانا ركض من ركبنا البيكم، اجى هو خطية 3 أيام. احنا كنا من العامة كان يجيب لنا شاي ماي ترمز شاي كان يجيب لنا اياه. ابويا كان تعبان، مشى الترمز وقع من ايده. انا صحت له يابا وقع الترمز، قال ما اريده تعبان. ما ادري كم ساعة مشينا طريق، مشينا اتذكر رجال كبير عافوه، ولده عافوه، قال ما نقدر عليه، شو اسوي بيه؟ العفو الأحذية انشقت. مشينا كم ساعة احنا مشينا. اولاد عفوه خليه يقعد يستراح شوية. شيلوه، ابويا قال شيلوه، واحنا جهال كلهم صغار، يشيل هذا ويخلي ذاك، يشيل هذا. واحدة كان ابويا هذا الآن شفته. واتذكر بنية شابة ما ادري يعني بها مؤسسة تشتغل، اللي حسوا بيها انتي كردية. هذاك التعذيب يعني يوم القيامة، والله احنا الكراد الفيلية شفنا يوم القيامة يوم التسفيرات. وين التعذيب؟ بس اي كانوا مأذبيها هذيك البنية، بس احنا اقول جهال، يعني الجاهل اللي يشمر من هالحكي لذاك الحكي، ما يدقق هاي ليش هيك. اذكر يعني اقول مرات احكي للبنات، اقول احنا يقولون يوم القيامة غير، والله احنا شفناه. ابوي الله يرحمه هوايه، يعني دائما كان هو الوحيد الامه والابو، يعني ما عنده اخ بس هو، واحنا 7 كان يعني هوايه يحبنا. العفو كنا نشتري احذيه، انا انشقت عندي حصوا ايران. اجينا يعني اختي الكبيره قامت تبكي، قالت هاي شنو ايران كلها جبال؟ وين الناس؟ كم ساعه مشينا، كم ساعة احنا مشينا مشي على ما وصلنا للحدود الإيرانية اللي إيران استلمونا. واحد يحكي الله يعني حلو استقبلونا. كنتوا خايفين بالمشي؟ أطفال؟ طبعاً. ليل نهار كان؟ لا بالنهار كان. خايفين من شنو؟ يعني أسأل واحد ما نايم اليوم يراد له راحة البال. أنا أتذكر الشرطي هيك دفع بينا قال روحوا هذا إيرانكم. يعني الشيء اللي احنا شفناه يمكن العراق، كل العراق ما تقدر تعوضنا، بس إنسان لازم يعيش. اللي يريد يعيش لازم عنده نعمة النسيان. الحمد لله والشكر. نتذكر مو ما نتذكر، بس إنسان لو يريد يعيش لازم ينسى. أكو مواقف ما تنسي بس لازم ننسى. لو نريد نعيش الله اللي يعلم كم سنة لو احنا نقدر نعيش، بس لازم تنسى على ما تقدر تعيش. بعد تهجير أبو وسام وعائلته بقى أخوه عبد الأمير اللي كان عسكري في وقتها بالعراق،
كان يعتقد أنه عائلته راح ترجع، كان يعتقد أنه اللي صار مجرد زوبعة وراح تنتهي. وبعد أقل من سنة تم اعتقاله وأخذوه السجن نقرة السلمان. تم تغييب عبد الأمير وهو مثل الآلاف من الكرد الفيليين شهيد بلا قبر. أخوي الشهيد كان يجي يحضر ببيت خالي، فالتحق مرة مرتين زيارة، وبعدين إنه اعتقلوه بنقرة السلمان. خواتي يقول رحنا له، لان انا عندي 3 خوات تقريبا بالعراق بقوا ما سافروا ولحد الان موجودين، كانوا يروحوا له زياره لحد اعتقد 83. هم بيقولون بال 83 صار اضراب، وقسم بال 83 اعتقد انه انعدم او انقتل او ما اعرف. التحق احنا اليوم وثاني يوم سافرنا، وهو كان يداوم ما يدري، هو ما عنده خبر بينا احنا سافرنا. يقول لي جيت للبيت شفت احنا ببيتنا اختي واحده من خواتي كانت قاعده بي، قالت ترى سفروهم وهاي اهل السفروم. ثاني مره اجى البيت اخذوه راح ببيت خالي، فاعتقد اقل من سنه شويه، اقل من سنه يمكن من عرفوا سفروا اعتقلوه. للاسف خالي يقول قلت له عندي ابن عمي همينه كان متهم حزب الدعوه، كان يصلي من مصلين جامع مصلوب. قال لا بخلي ادزكم على السليمانيه هذا، قال لا مو مشكله يلزموني مثل عبد الله يسافرون، لان كان انسان ما كان ما يريد يسافر. لا لان ذاك قلت لك خريج ورسام وقارئ قران هيك حرام. هو للاسف كان رافض التسفير، لذلك ظل يداوم طبيعي اي ما كان قال لا انا ما ابقى اني يم خواتي يم هذا يرجعون دول شغله مؤقته، لان قلت لك احنا عندنا 34. بعد تهجير عائلة أم وسام للجمهورية الإسلامية تم اعتقال خالها كريم من بيته لأنه سافر لسوريا وأوصل بعض الأموال لعائلة أخته عن طريق وسيط اللي هو زوج أخته الأخرى المهجرة إلى الجمهورية الإسلامية أيضا. خالي وأقول ورا 6 شهور أو بداية الحرب الإيرانية والعراقية خطية بيبيتي كانت شوي يعني حست شوية بالأمان وخف عليها، والجوارين ما قاموا. يعني قالت واحدة من الجوارين قالت بعد لا تحكي وياي لا تحكي وياي، أنتي بناتك سفروهم، إحنا وبيت خالتي سفرونا، أنتي نسايبك إيرانية، أنتي لا تحكي وياي. خطية بيبيتي قالت صارت هيك فدروع وياي. وبيبيتي ورا 6 شهور هي وخالي اجوا لسوريا جابوا لنا الفلوس. ماكو، بيبيتي تقول 3 أيام 4 أيام بقينا بسوريا. رجل خالتي راح جاب الفلوس اجى لايران، ابويا ما قدر يسافر ذاك الوقت ما ادري ليش. بيبيتي قالت اول يوم هو خالي الله يرحمه كان خياط، قال أول يوم هو ويا طبة خالي طبوا عليه أخذوه لحد هيك يوم، إحنا ما عندنا أي خبر من عنده. هي من كانت عدلة الله يرحمها هواية راحت ما أدري. بعد وصول خبر اعتقال عبد الأمير لعائلته الموجودة بالجمهورية الإسلامية، مرت الأم بظروف صحية صعبة حزنا على ابنها الكبير، لدرجة أنه هي فقدت بصرها من كثرة البكاء عليه. والدتي فقدت بصرها، انعمت وما عاشت. يعني بقى كان تقول عبد الأمير ما عاشت، ما عاشت. والدتي ما عاشت هواية بإيران، ما بقت هواية. الوالد كان مؤمن عديد، بس تحس انه ياكل بنفسه وبدليل اول السقوط كان عنده امل، لان عندنا اقرباء ورا ال90 طلعوا. عندنا ولد قرايبنا من خالتنا من بعيد، قلت له عبد الامير وينه؟ قال لي موجود بسجن موصل. بال90 91 90 قال بسجن موصل موجود. لما افتهمنا ورا السقوط عرفنا انه كان يدري هو انه لما طلعنا المقتبس الحكم وهذا طلعناه محامله الشهداء ب 83 كان معدوم.
والدتي من نهايه الثمانينات توفت، يعني 7 8 سنوات توفت. تقول لي من البكي؟ من البكي، من كثره البكاء فقدت بصرها بعد توفت. ما كان، بس تقول سي عبد الامير وعبد الامير، بس هاي ما أعرف. بعد اعتقال كريم تم تهجير أم كريم وبناتها الاثنين للجمهورية الإسلامية. طبعا أم كريم كانت تعتقد أنه ابنها بعد اعتقاله تم تهجيره أيضا، لذلك لما وصلت البيت ابنتها بإيران أول جملة قالتها: وين كريم؟ ورا ما أخذوا خالي سفروها بيبيتي والبنات خالاتي سفروهم لإيران، أيام الحرب سفروها. بيبيتي اجتي قالت يوم يعني هو خالي منطب للبيت اخذوه، كانوا جايين عليه خاله حجيه ساعه ساعتين نجيب لك اياه. بيبيتي حلفت قالت اني كنت اصلي، قالت طب علي الشرطي حتى هم شمر السجاده مالتي، شو تصلين قومي هذا يا وقت صلاه، ابنك وين؟ ابنك ليش راح لسوريا؟ ابنك ليش اخذ فلوس للايرانيين؟ هذا فلوس العراق. بيبيتي قالت اني خلصت الصلاه طب خالي، ويا طبت خالي اخذوه. وقالت ثاني يوم الصبح جوي عليه اسبوع هيك، اني ما اتذكر هواي. بيبيتي رايح على امن العام ماخذيها، قال لها ابني سافرناه لايران. هي بيبيتي ما تقبل تجي لايران، اريد ابني بناتي 2 وياي، اريد ابني. وقال لها ابنك بايران، ابنك سفرناه لايران روحي وراك. خطيه يعني بيبيتي من اجتي مرتاحة البال اللي بناتي بإيران وابني، وهسه تدور على كريم وين؟ أنا أتذكر أمي قالت لها كريم مو كان وياك؟ قالت لا بابا أنا كريم قالوا لي سفرناه لإيران. هذا يوم وذاك يوم بعد ما نعرف خطية. من دم المسفوك ظلما والسنين، من صدى آهات أمي والحنين، صرختي يا موطني يا موطني، ذا دم الفيل يهديك الوتين، رغم طاغ رغم جزار ونار، يشرق الإصباح له من بعد حين. عبد الأمير وكريم شباب بعمر الورد، تم قتلهم وتغييبهم بسبب عنصرية وعنجهية حزب ظالم وقذر. لحد الآن أحبابهم ما نسوهم، ورغم كل هاي السنين اللي مرت دموعهم ما جفت عليهم. أول السقوط بأسبوعين أنا رحت إنه ما نعرف إنه عبد الأمير. رحت ببيته نسيبنا الزغير اللي هو بحي أمانة برا شارع الفلاح. ابنهم الكبير محمد باوع، دقيت باب واحد قال عبد الامير اجى من الولده، لان نسيبنا الكبير عنده هوايه اخوه 7 8 اخوه. المحمد من فوق عرفني قال لا هذا عبد الله مو عبد الامير. قلت له عبد الامير وينه؟ قال يقولون بإيران. قلت له يا ايران عبد الامير ما اجى. قال بابا عبد الامير موجود بإيران. يا ايران بابا انا جاي على عبد الامير. لما افتهمنا سوينا المعامله مشينا بالهاي طلعنا هذا ب 83. انا اللي هسه هذول رفاتهم ماكو. هسه لو اكو جنازه لو اكو هاي واحد هم يسوي له فد قبر يسوي له فد هذا على قولت يحكي وياه يشتكي له يترحم له يروح يزوره. انا اتذكر فد يوم اجى احمد الشلبي الله يرحمه
اجى الحسينيه الكاظميه. اول سؤال هذا سالته، قلت له ذول رفاتهم وين؟ قال لي اكو مقبره عندنا اسمها محمد السكران، حسينيه الكاظميه. قال اكو عظام بقد الحسينيه. المن نعرف احنا. قال هاي انجازات صدام حسين. شنو المن نعرف عنه، المن نطلع. ما ابويا ووالدي انكسر، وراه انكسر وهم عاش هواي توفى. اي طبعا بعد انا جبت، انا ما قلت له من، قلت لخواتي وهذا اقول له لا انا ما اقدر اقول له. انا ما قلت له وجه بوجه، قلت لخواتي. اي تذكر هذا اليوم؟ اتذكر شلون ما اتذكر همينه كان، لان السقوط صار 9/4، يعني انا ورا 14 يوم 23 25 4 بقيت 5 ايام، يعني قريب الشهر الخامس 2003 انا انطيت الخبر. جرح قوي، جرح كبير، ما يلم، ما يلتئم. هسه حتى الميت، حتى لو هذا ورا 40 يوم من الدفنه، ورا سنه تقول هذا قبره وهذا، بس احنا يعني انا في قرارة نفسي اقول لا، ما ميت، ما مقتول، ما معدوم، لان ماكو شيء يثبت انه، بس خبر مجرد كلام. جرح ما انا هاي الدقه مال الضوء ساعه الظهر لما اقول سفروكم، وهاي الخبر مال اخوي الشهيد ما انساه، يعني لحد ما يمدوني يوم القبر ما انسى هذا اليوم. سنة قبل يعني حرب ايران وعراق اجانا واحد من العراق، قال اني رحت السجن ابو غريب. يعني ذاك الولد هو قال يعني شاف اخويا الصغير، قال خاله انا شفت ولد يشبه هذا بالسجن، يقولوا له قصي خصله بشعره بيضة ويعرج. اللي سألنا لا هو ما يعرج، قال لا كانوا ماخذيه بأمن العامة كاسرين رجله وما مداوي، وصارت الأضراب بالسجن، صارت اضراب على اساس ذاك الولد يجي يقول للامه اكو واحد كردي هيك اسم تعرفيه ابن ام كريم انت تعرفيه؟ قال هو اني رحت واخذ لهم زياره ملابس ما ادري اكل ما ادري، هو الولد ذاك حكى لنا اياه، قال رحت ثاني مره قالوا مسوين اضراب كاسرين السجن واكثريتهم اعدام. احنا ذاك الوقت اذا الولد اجى بس خطيه ببيتي ما صدقت، قالت هذا يكذب، هذا جاهل، هذا ما يعرف بامور الدنيا، اني ابني عدل، اني ابني بالعراق. وصارت السقوط خطيه هوايه راحت، هوايه قاعده تاذت وكم سنه ومريضه وراح الولد خلص. راحت تدور على، راحت بيبيتي، راحت خطيه هي راحت، وبعد ما رجعت ما صارت ذيك المره السابقه يوم كانت تمشي حكينا يقول ينهز القاع جوا رجله، اصلا خطيه ببيتي كم سنه قضتها مرض، وحتى هي ما كانت تقبل تروح ورا السجناء بعد، يعني هل توفت ببيتي الله يرحمها، ابويا بحصره العراق. بس احنا جهال نروح للعراق، بس يعني اني وحده من الناس اول مره طبيت للعراق هذاك الساعة اللي سفرونا طلعنا، أنا سألت قلت هم نرجع؟ الشرطي قال بعد ما ترجعون. وصدق بعد يعني من رجعنا ايد فارغة، وفقدنا أحبابنا، يعني احنا من الناس، احنا عائلتنا من الناس صدق من العراق طلعنا خسارة. هسه أني هواية أحب العراق وأروح لها، لو يصير إلي يعني بالسنة مرتين 3 أروح، حتى مرات أروح منطقة الشورجة، أبويا كان هناك، عمري 10 سنين أروح وياه، بس بعدين أقول على وما جاية، بعدين أقول لا هم زين أجيت، يعني هذا المكان أبويا مشى بيه، يعني اللي يريد يسافر هم ياخذ له جنطه وياه، صحيح؟ كانت امي مشتريت لنا خطيه ملابس جدت، عفناهن، كنت ابكي على الملابس، كنت طفله ابكي على الملابس، ما ادري
واحد شي يقول يعني صحيح جينا لإيران راحة، بس راحة البال ما كانت. يعني 3 أيام احنا كنا بأمن العامة، كنت أحس خطية أبويا طفلة أريد ألعب. وأول يوم كيفت، باكر عندي امتحان ما أروح للمدرسة، هيك يعني عينا أروح سفرة وأرجع، هيك بعد طفل، خيالات الطفل هواية. بس كنت أشوف أبويا. هسه أني صرت أماية أعرف أبويا خطية، يعني إيد فارغة إحنا جينا لإيران. ما أدري منو المقصر، إحنا المقصرين. يعني اشتبهنا حبينا العراق. يعني أبويا جدي هم مواليد العراق، بس ما نقول إيران مو زينة، لا الحمد لله. بلدكم العراق، طبعا احنا عراقيين، بس خير ما شفنا به. احنا اي ابسط حقوق سياره ابويا ما نعرف انه اخذها، يعني هذا حقنا الشرعي. اتذكر يعني خطيه، وكان شغله قريب الأورزدي، من كان يروح يجيب لنا ملاعب، كان يجيب لنا. ذكر كانت مطر آخر لحظة بعد، يعني قبل يومين يسافرونه، مطرت شهر نيسان، كان مطرت ووقف جوا المطار، شعره كان نيجرو، اتبلى شعره. كان اكو شعر خطيه بيبيتي كانت تقرأ الاسم دفتر رسم، هي كانت تقرأ خطية، كانت تقول اقروا انتم هذا خالكم الوحيد، الاسم دفتر رسم، خالي كريم شقدة دسم. وكردي كانت بيبيتي كانت تقول لنا، وصدق تبلل شعره. قلت له خالو طب جوا شعرك تبلل. قال انا شعري نيجرو حلو، وكل شاب حلو، كان مؤدب عاقل. 18 سنة، ورا اعتقد 4 سنين 3 سنين انهدم. طيب يعني واحد من يروح على قبر، هسه احنا ابوي الله يرحمه من نروح نحكي وياه، مرات نعاتب، واحد يخف عن روحه. بس هو خالي خطيه، يعني انا قالوا لي هوايه، قالوا مشي روح مقبره نجف. قلت له ما عندي احد بي اروح، مع العلم اكو اجدادي كلهم هناك، بس قلت له انا اروح المن. هي بيبيتي ما راحت عن ما اني اروح، قالت ولا اروح مقبره نجف، شو اللي بالنجف؟ انا ابني ما ميت، لان قدام عيني ما اندفن، بس ما ميت. ما ماتت هي؟ ما اي ما تقبل اصلا، ما تقبل. حتى اهل دولة آباد كلهم يعرفون هنا من صارت السقوط الاكثريه سووا فاتحه. بيبيتي ما قبلت، قالت انا ابني ما ميت. حتى امي قالت لها يما عيب لازم نسوي له فاتحه، قالت ما اريد. صدق هم فاتحتهم اثنيناتهم صارت. قالت من اني توفيت سووا فاتحه، اول باسم كريم بعدين اسم كريم. وصدق اي سوينا لها القبر. هسه هي هنا بهج زهراء مدفونه، قطعه امهات الشهداء، اكثريه امهات الشهداء هنا. كتبت اول كتب الشهيد كريم، بعدين كريم، ما كانت تقبل. حتى مرات امي تقول لها يما عيد، هذا عيد الاضحى، قالت انا ابني ميت، ما ميت، ما دفنته على ما اعرف ميت، لا دافنته ايه ابني ميت، بس ابني ما ميت. خطيه هوايه تاذت، صحيح مره كبيره كانت، بس تاذت. هو ابنها الوحيد الولد؟ ابنها الوحيد يا خطيه. شو اقول لك؟ احتاجك انت والله، هواي احتاج. ناني بغربه، يعني دا احس بغربه، وحيده انا، ما عندي احد.
كان وايد يفيدني لو كان صغير، هسه موجود. بس انا لله وانا اليه راجعون. لو كنت واقف بين قبره ايش راح تحكي وياه هو؟ اقول له الله ينتقم من اللي سوى هاي بينا. الله ينتقم من اللي سوى هاي المأساة كلها. اللي شرد العوائل، يعني الكردي الفيلي هسه تشوفه ابنه بالسويد، بنته بهولندا، تشرد بالعائله صار، تفكك بالعائله صار. قسم تحمل آداب ورسوم أوروبية، قسم إيرانية، قسم عراقية، من يلتقون أبنائهم. هسه اللي عندهم دولة خطية بالخارج أولادهم ما يجون، يعني هم يحنون للعراق، أولادهم ما يقبلون، كبروا وصارت تربية أوروبية صارت عندهم. الحمد لله احنا بإيران قريبين على العراق، يعني خاصة في دولة آباد. بس التفكك بالعائلة. أنا واحد من الناس، أنا هنا، خواتي بالعراق، بيت خالي بهولندا، ابن أختي بفنلندا، ابن خالي بالسويد، يعني تشردنا، يعني تفككت العائلة. صحيح أن خلصنا من جور وظلم صدام حسين، بس احنا مأساتنا غير شكل. هم العراقيين يقولوا لا انتم طلعتوا وتسلمتوا بالخارج، لا احنا مأساتنا غير شكل صارت. احنا تشتت صار عندنا. مرة شفته بلا هدوم، شفته بلا ملابس هدوم. رحت سألته، قال لي هذا قبر ما عنده. اضطريت شفتي كم واحد، رحت اشتريتهم قميص وبنطلون، اشتريت لهم ملابس ثوابه. حتى زوجتي اللي ما شايفه اخويا قالت فد يوم حلمت طفل صغير ويا وسام ابنك هم لابس هدوم. قلت لهم منو؟ قالوا هذا عبد الامير. هم رحت فسرت يم غير واحد قال لي هذا ما عنده قبر، ما عنده كفانات. وذولا الارقام الخدقوا 22,000 نفر، والله اعلم ايش قدهم. يعني انا اخي واحد عندي عوائل 13 نفر، 14 نفر، 7 نفرات، كلهم على الحاله هاي. شوق الكرد الفيليين المهجرين للعراق لا يوصف، وفعلا حبهم لبلدهم غير مشروط. وأبسط مثال على ذلك بكاء أم وسام بصوت عالي لما شافت مدرستها القديمة. والله أول مرة هواية تأذيت، يعني من رحنا لمنطقتنا أبو وسام ما كان موجود، كان رايح على شغلة له. أنا وأختي ورجل أختي وخالتي ساكنة العراق، هذيك ما سافروها. يعني من طبيت فروع بغداد ما أدري تندلوها هاي القشل والشورجة والدهان. يعني من بكيت بصوت عالي اجاني واحد قال ايش بيك؟ من وياك؟ قلت له لا ما حد ما اذاني، بس اني لسمتني العبره وحبيت ابكي وهاي مدرستي. قال من وياك؟ ذاك هم خطيه، يعني الرجال قال لي انت كردفيليه جايه من ايران؟ الله ينتقم من صدام. اختي الاصغر من عندي كانت كلش اصغر، مذيش ما تعرف تمشي، تقول يا معوده يا شارع ونفوت بيه. قلت له احنا كنا نفوت من هنا ايام المدرسه، ايام المطر، عالم طفولتنا كانت. ذكرتي يعني مرت عليك كل ذكريات جدتك؟ تمرضت والله تمرضت. يعني من جيت انا اروح للعراق وارجع اتمرض، سبحان الله. وش قد احب يعني لو اقدر بالسنه 3-4 مرات اروح، بس اتذكر المرض ارجع، يعني اروح بكان ابويا كان بي منطقتنا هوايه تاذى، لان بوقته هوايه كان حلو. ما كان عندنا احنا عماره وزناقيل وذهب، بس كان عندنا شيء اسمه راحه البال، صدق راحه البال كان. طبعا هو ابويا كان قريب الشورجه، سايق، كان هو سايق بيكم، يعني كل عمره قضاها هو مو انسان تنبل اللي قاعد بالبيت ما يفرق له ايران لا عراق. يعني انا اقول هسه دا افتهم ايش قد كان يتاذى على ما اجينا. اسهل شيء هو الفارسي ما كنا نعرفه. احنا جينا رحنا الايلام، قال له شلون هنا الايلام قريبه عن العراق،
لو صارت الرجعة احنا أوائل الناس نرجع، بس مع الأسف خطية ما كمل. والله ايش اقول لك، اني العراق ما اقول لك بدمي. اني قبل اسبوعين كنت هناك، لان اني خواتي هناك، اهلي هناك، انا ما عندي احد هناك، بس عندي اني هنا وابوي توفى وعندي اخت بيلان، ما عندي احد بيران. مكانات هوايه، يعني المدارس اللي كنت بيها، القناه اللي كنا نقرا بيه، المتنزه اللي هسه صار نصب الشهيد، هذا كان متنزه. بزماننا كان متنزه، ما كان نصب الشهيد. صدام ورا الحرب سواه، هذا متنزه كنا نقرا بيه، موقع دراستنا كانت. العراق كان ماكو منه. العراق حلو بعيوننا، لانه قلت لك مسقط راسنا. يعني ولادتك هناك، ارضك هناك، اهلك هناك. وطننا انسان هسه وطنك شلون ما كان. ايرانيين ما يقولون، عندهم حكايه حلوه، يقولون زادقاها ما اعرف احكيها بالعربي. زادقاها ما هنا اتولدت بعد، لان شفنا ابونا يحب العراق، امنا تحب العراق، بيبيتي تحب العراق، وشفنا طيبه من العراق. 9 سنين الايام الحلوه عشناها بالعراق. اجينا لايران، يعني احنا من طبينا لايران وعلى طبتنا وصارت الحرب. لا نقدر نقول نحب الايران ولا نقدر نقول نحب العراق. ما بين ايران وعراق. هسه اني وحده من الناس صف الثالث كنت بالعراق، سنه ما رحت للمدرسه، على باكر وعقبه نروح للعراق. 3 سنين 4 سنين راح من عمري. جيت بايران ادرس، ما قبلوا 4 سنين اللي راحت من عمري، بس كنت احب الدراسه. هنا جده وجديد، يعني اني عمري 14 سنه درست الصف الاول. اني هسه اتذكر انه هسه اني قاعد بهسه الوالد شلون تحمل 50 سنه وهو بالعراق يشتغل. يعني انا ابوي مشارك بناء بنك المركزي بجسر الكوفه وجسر هذا، و33 سنه بالزيوت النباتيه وبيت وهذا كله خلاه وقالوا له اطلع. يعني هسه لو اني يصير بي ما اتحمل راسا اطب ساكت. يعني ابهاتنا كانوا ابطال الصراحه. تصور 13 سنه لحد ثالث متوسط ما حد ما يعرف اني كردي فيلي بمدرسه كل ثانويه قتيبه بالداخل. يعني هيك كنت قوي باللغه العربيه والحساب الانجليزي. فاليوم اجانا مفتش، صارت جمله اعراب عربتها، المعلم قال للمفتش، قال استاذ هذا كردي فيلي. ذاك الوقت يلا عرفوا اني كردي. يعني كان حبي للدراسه وللعراق، كان عندي فد احلام لانه للاسف صدام حسين في ليله وضحاها. بس الحمد لله صدام حسين قتل ولد العالم، الله قتل ولده امام عينه. سفر عوائل العالم، الله سفر عوائله. ذل العالم، الله ذله. طبعا هاي بالدنيا، وبالاخره اشد وامر. أبو وسام يشوف أنه الكرد الفيليين انظلموا سابقا وما زالوا مظلومين، مطالبهم بسيطة لكن ما من مجيب. طبعا قلت لك ضحية بين القومية والمذهب. هذا يعني ما نال استحقاق الكردي الفيلي. حتى السياسيين، ما أحكي لك يا قاعدة والشعب، حتى السياسيين ما نالوا استحقاقهم. لأنه قلت لك الكردي الفيلي عاش ظلامتين، ظلام كردي وظلام شيعي. ظلم لانه كردي. إيه؟ لانه شيعي ولانه كردي. الكردستاني ظلم كانه كردي، لانه موجود، اقليمه موجود وارضه موجوده، والجماعه الجنوب موجوده غالبا. بس الكردي الفيلي لا هو شمالي ولا هو جنوبي، لا هو شيعي لا هو كردي، هو الكل بالكل، هو هم شيعي وهم كردي. يعني احنا سفرونا زين، اكو ناس سافرت عافوا ابهاتهم وامهم بالجبال، بالشتاء، بالثلج، بالثلوج. يعني مأساة الاكراد الفيليه ثق لو تصير فيلم يقولون هذا مبالغ.
يعني اللي يعوف امه وابوه يعني ما ينوصف الحاله، لان ما يقدر لا حول ولا قوه الا يعوفه خطيه. تاكله السباع والضباع بالجبال وبالثلج وبالالغام همينه، حقول الالغام همينه. ابسط شيء هي هاي الموحده اللي هسه جاي القانون انه شهاده جنسيه 2010 2011 حتى شهاده حياتيه ما يصدرون. انا البارحه كنت بالسفاره العراقيه، انا اتذكر من كان السفير راجح كنا بالحسينيه، قلت له البطاقه الموحده قبل كم سنه كم دوره؟ قال لي شهر شهرين موجودين بالسفاره، لان لحد الان البطاقه الموحده ما هي. وتعرف السفر للعراق وعناء السفر وفرق العمله والتكلفه ايش قد تكلف. يعني تريد لجان تجي لجان. يعني انا اتذكر بزمن الحكومات السابقه كان يجون شهاده اجوا، انا شهاده جنسيه هنا طلعتها، هويه احوال هنا طلعتها، الا انه الموحده رحت للعراق. هسه الاطفال يتزوج يريد يطلع صعبه، اوديهم صعبه، رجعتهم صعبه مكلفه وايد، فنطالبهم على الاقل الموحده. هي طالبهم شنو عم يجون هنا الموحد يطلعوا كثير عوائل، يعني آلاف العوائل هنا يحتاجوها بمعاملاتهم حصول على حقوقهم على الأقل. الموحد هسه شهادة جنسية ما يعتبروها، حتى الجواز ما يصدرون، جواز عراقي ما يصدرون. 2010 شهادة جنسية صادرة 2010 و11 جواز عراقي ما يصدرون. يعني نطالب منهم على الأقل يجون هاي البطاقة الموحدة على الأقل. وحتى الهجرة والمهجرين، يعني حتى الهجرة والمهجرين، تصور اني لحد الان هاي المره الاخيره اللي رحت اني سجلت هجرة ومهجرين، مع العلم كل المستمسكات عندي من الكارت الاخضر من مرقه الاوردقه والمعسكر عندي. قال لي ها وين كنت؟ قلت له يا اخي الراحه والجايه واحنا بطهران احنا بعيدين على بغداد. احنا بيبيتي الله يرحمها هي كانت وحدها تروح، بعد من بيبيتي توفت امي ما راحت، امي مرة كبيره قالت ما عندي قلب اللي اروح اركض ورا فلوس شهداء اخويا، وصدق ما راحت وما راحت، وهسه ما تقدر تروح مره كبيره. يعني بيبيتك مشت بالمعامله؟ اي هي بيبيتي كانت تاخذ حقوقها. اي خالتي بالعراق تستلم لها فلوس شهداء. انا ما اتذكر يعني مو مهجرين الشهداء. اي الشهداء هي. مهجرين استلمتوا تعويضات لو لا؟ احنا عائلتنا ابدا، لأن ما عندنا جنسية عراقية. أبويا الله يرحمه كان عنده إقامة، يعني أنا قبل كم شهر رحت للعراق أقدم على موحدة ما انطوني، قالوا لي أولويات ما عندك. والدتي عراقية بس إحنا لا ما راحت. أمي ما تقدر تروح، أمي ما تقدر تروح. بيبيتي الله يرحمها كانت قالت ما طول أمي هي عدلة هي تاخذ الحق، بس هسه بعد خواتها وما تروح وما راحت، وما اعتقد تروح، ما عندها قلب تروح. هسه مثلا اني 3 ايام مسجونه بامن العامه. خب اني يعني مو بس اني الاف مثلي ما رايحين يقدمون، انا رحت يعني هسه اني اعطوني الجنسيه العراقيه على ابو وسام، واي حقوق احنا من العراق ما حصلنا. حتى سيارة أبوي الله يرحمه ما عندنا شيء يثبت هاي السيارة مالتنا، وعندهم حق بس خب ما أدري. احنا بيتنا اخذناه، بيتنا مقطع 9 قلت لك مقابل مدرسة الجبل الأخضر، اخذناه طبعا خواتي خذوه هذا، وأنا يوم اعتقلت طبعا هسه للعلم الراتب المعتقلين قطعوه لأنه أخذ راتب شهيد، قالوا ما يصير تساوي بين راتبين. الكردي الفيلي انا دائما اقولها، الكردي الفيلي ضحيه بين العقيده بين القوميه والمذهب. اي يعني هو الامرين يشمله، والامرين ما مستفاد منه لا القوميه ولا المذهب، وهو ولاء للاثنين. يعني الكردي الفيلي تروح يم الكردي يقول لك انت شيعي، تجي يم الشيعي يقول انت كردي، وهلم وجره على مآسي الكرد الفيليين وتضحياتهم يجب أن تحفر في التاريخ حتى تعرف الأجيال القادمة من هم هؤلاء الأبطال. إلى اللقاء.